السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هناء من مطبخ الهنا مع هناء. اللي عنده اي شوز بقى ولا جزمة ولا كوتش، اي شوز عندك ضيق عليكي او ما عادش بتلبسيه عشان ضاق عليكي شوية، هقول لكم على سر خطير والله العظيم من قلب صاحب المحل. قال لي على وصفة حلوة قوي قوي هعملها وهجربها معاكم. اختي جربتها وبجد قالت لي فعلا الشوز بتاعي وسع معايا وبقى جميل ومريح جدا في اللبس. انا كنت بقى في محل كده يعني، وصاحب المحل بقى قال لي بنقول له يعني شوف لنا حد يوسع لنا الشوز لسه جديد وضيق شويه. قال حطي بس فيه الوصفه دي هتنجح معاكي 100%. تعالوا نشوف الوصفه دي ايه. اول حاجه انا عندي الشوز ده طبعا كان كنت باجي البسه والاقيه ضيق من هنا. شايفين الحافيه اللي فيها اللي حوالين الشوز دي اللي انا بربط عندها دي كانت ضيقه قوي. قلت بقى هعمل بقى هعمل اللي هو قال عليه، الاختراع اللي هو قال عليه ده، اللي انا هجمدها في الفريزر، هحطها في التلاجة وانساها يومين. بملى الاكياس ميه زي ما انتم شايفين كده في قلب الشوز، وهحطها في الفريزر يومين. صدقوني بتفرق جدا جدا جدا، وفعلا بيوسع، لان الميه بتتمدد مع التتليج. اما بتتلج بتتمدد، واما بتتمدد بتفتح معاكي الشوز شويه توسعه يعني. وفعلا عن تجربه والله هتدعولي، بدل ما ترموا الشوزات ولا تقولوا ده قدمت، لا ده ضاقت ما عادش برتاح في لبسها، اجيب غيرها حاجه واسعه ومريحه. صدقوني هتعجبكم جدا. حتى كمان جبت الشوز بتاع زوجي قلت هعمله بنفس الطريقه، وفعلا فرق جدا جدا جدا. هقول لكم انا عملت ايه بالظبط. انا اولا جبت اكياس ثلاجه عاديه خالص مليتها ميه. هتقولي هتحط الشوزات في الفريزر ازاي والاكل والكلام ده كله؟ انا حطيتهم كل شوز في كيس، وحطيتهم في علبه كده، وحطيتهم في الفريزر عشان طبعا الاكل وكده. وطبعا الفريزر ادراج، فكان فيه درج كده فاضي حطيتهم فيه. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في ده. طبعا الكوتش بيبقى والشوزات الرجالي حجمها بيبقى كبير شويه. هدخل اللي جوه الكيس زي ما انتم شايفين اهو، وهملى الكيس ميه اهو. طبعا ما تقلقيش خالص من الميه اللي هتبقى على الجلد، ما تقلقيش عليها خالص. انت بتبقي في الشتاء ولابساها والميه بتيجي عليه وما بيجراش اي حاجه، خلي بالك يعني ما فيش اي مشكله. احنا اهم حاجه ان احنا نوسع مع بعض الشوزات وما نرميهاش. يعني ده مرمي من زمان قوي الكوتش ده، وطبعا ما كانش بيتلبس خالص، فمن ساعه ما عملته هو ما شاء الله زي العسل، واسع وبقى حلو وجميل ومريح في اللبس. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. اولا انا هحطه في التلاجة في الفريزر من يوم ونص ليومين. يعني لو الفريزر بتاعتك حسب ما انت ظابطه درجه البروده بتاعته، لو بيجمد بسرعه ممكن يوم ونص. لو يعني حاسه ان التجميد بتاعه مش قوي اعمليه سيبيه يومين، يومين ونص، 3. انت يعني مش مستعجله عليه، هيفرق معاكي قوي. انا ربطت الاكياس اهي، يعني حتى فيهم كيس نقع ميه اهو. هحطهم في الفريزر على طول، بس كل شوز هحطه في كيس. اكياس عاديه بقى موجوده عندي قديمه هستخدمها عادي، بس هي نظيفه يعني اكياس نظيفه اهي، وعلى الفريزر على طول. صدقوني وصفه خطيره، جربيها في اي شوز لاولادك لو ضيق عليهم شويه هيعجبهم جدا وهيحسوا بفرق فعلا. حتى الكوتشيات هتنفع معاها قوي. خلي بالك الحاجه دي يعني صاحب المحل هو اللي قال لنا عليها. كنت بشتري لبنتي بقى سليبر كده، فقال لي اعملي بس الوصفه دي وهتدعي لي. شكلهم بقى بعد ما طلع اهو طالعين من الفريزر بقالهم شويه، بس المفروض يعني انا هفتح على طول اشد التلج مش هيطلع، هستنى شويه حوالي نص ساعه كده او ربع ساعه. شايفين التلج عامل ازاي في الشوز؟ ما هيجراش حاجه خالص. ساعه ما بنشف مفيش مشكله. جيت اشدهم ما نفعش اهو. المفروض بسيبهم حوالي نص ساعه وبعد كده بشدهم. هسيبهم بقى شويه وهمسح بقى التلج اللي عليهم اهو، وهسمي الله وهنشيلهم بمنتهى السهوله. بتسيبيهم شويه ربع ساعه نص ساعه لما يفك خالص اهو. اهم حاجه عندي الاطار بتاعه يوسع معايا اهو. شايفين بشد اهو طلع معايا التلج اهو. هنشفه من الميه وخلاص على كده هسيبه، وما شاء الله عسل عسل عسل. احسن حاجه ان المسافه دي وسعت معايا شويه. هو بالظبط زي ما قلت لكم، لو انتوا حاطين الميه في ازازه بتلاقي الازازه في الفريزر بتلاقيها حجمها اتغير، اتنفخت كده في الفاضي وقعد ميه في الفريزر ولا كده، ولا لو لبن بتلاقيه بنفس الطريقه. السبب في ايه؟ ان الميه حجمها بيزيد، فطبعا يعني كتلتها بتزيد ساعه ما بتتجمد. شايفين ده هشدها بالظبط هتبقى نفس القارب بتاع الجزمه او الشوز قدامك اهو. هشدها بشويش يعني دي بقى لها فتره، وشايفين اهو نفس حجم الشوز بالظبط. على كده بقى وهنشفه وخلاص. ده ما كانش بتلبس خالص، انا كده اعتبر حيته ده تلج. ما تقلقوش خالص هيفك، لان هو الوش بتاعه عامل زي الشمواه كده، ما هوش مش جلد قوي يعني. مش عارفه هو مش جلد ومش شمواه، مش عارفه خامته ايه.
اتمنى الحلقه تعجبكم، يا ريت تدعموني باللايك. والله العظيم اختراع تحط الشوزات بتاعتك في الفريزر هيطلع معاكي بجد الوصفه خطيره. وصفه اكل، لا مش اكل، وصفه بقى هتنفعك طول عمرك. لا بنتك تقول لك الشوز بتاعي داق عليا يا ماما ولا حاجه. الى اللقاء في الحلقه الجايه.